عندك جرثومة معدة أو عايز تعرف أنت عندك جرثومة معدة أو لأ، لازم تعرف العلامات البارزة لوجود جرثومة المعدة في جسمك. أول حاجة ألم رهيب في المنطقة دي، في أعلى منطقة المعدة. تاني حاجة تجشؤ بانتظام. تالت حاجة ميل للغثيان والقيء منتظم. رابع حاجة لو كان حاجة تعمل استثارة جدار المعدة، نلاقي إن في نار في معدتنا، حاسس بنار يا دكتور في معدتي. وحاجة مهمة كمان، بحس إن أنا ممتلئ ومش قادر مع إن أنا أكلت حاجات بسيطة جدا، ده احتمال كبير جدا يكون فيه من جرثومة معدة. طب أعمل إيه يا دكتور؟ لازم نعمل تحليل جرثومة معدة فورا، إذا كان براز أو إذا كان عن طريق النفس أو إذا كان صورة دم كاملة، ونشوف هل في جرثومة ولا لا. لأن الجرثومة دي مشاكلها كتيرة جدا، ممكن لا قدر الله تعمل لي نزيف في جدار المعدة، ممكن تعمل لي مشاكل صحية رهيبة، ممكن تعمل لي تآكل في جدار المعدة. لازم أشوف في جرثومة معدة ولا لا، وأمشي على نظام صحي منتظم مع العلاج علشان آخد الأدوية اللي بتعمل لي راحة للمعدة وأمنع كل الأطعمة اللي بتعمل لي استثارة جدار المعدة عشان ما يعملش استثارة للجرثومة.